في وسط الميدان. مبولح وتشوف هذه اللقطات، تشوف الانتشار تاع الفريق البنين او التشكيله تاعو راهي مبنيه على 4-4-2 واثنين كراس حربه في العمق الدفاع. ممكن هذا ياثر نوعا ما على المدافعين خط الوسط. بمرور الدقائق راح تكون الفرصه مواتيه للمدرب الوطني للقراءه الجيده للفريق، فريق البنين. بالكلام كرة دور بين عناصر المنتخب الوطني. مجاني، سوداني، ابراهيمي، جديورا، تايدر، مهدي مصطفى، فيغولي. كرة دور بين عناصر المنتخب الوطني بطريقة جيدة لكن بطريقة عرضية. ايوه، لان التقدم تاع النص ميدان ما يسمحلهمش باش يمشوا في العمق. ذكية هذه الكرة. غلام 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 غلام، والهدف الأول والهدف الأول والهدف الأول والهدف الأول. فيغولي ينتظر الكرة في الوقت المناسب. فوزي غلام على الجهة اليسرى يمرر يوسع، وسفيان فيغولي في المكان المناسب لاستلام هذه الكرة وتسجيل الهدف الأول بعد مرور 10 دقائق. مهم جدا أن تكون البداية بهذه الطريقة وبهذه الكيفية وبهذا الهدف الأول مسجل في وقت متميز بالنسبة للمنتخب الوطني. سبقنا باش نقولوا الفريق اللي يبدا بقوة ويمسك المباراة يفوز. والشيء اللي لاحظناه التوزيع الرائعة تاع غلام في الأرض، غلطة الدفاع في دار الدفاع، وفيغولي وحده سجل هدف رائع وبداية إيجابية، وإن شاء الله تبشر لنا للنصر ان شاء الله. اذا الطريقه جيده، الهدف جيد ثمين ومهم، والبدايه متميزه للمنتخب الوطني. هي مباراه لرد الاعتبار، مباراه للتصالح مع الجماهير، ولو انه الجماهير وفيه للمنتخب الوطني وللالوان الوطنيه. اذا هدف اول بعد مرور 10 دقائق، فيغولي يسجل